السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نحضر معكم حرشة ديال المقلة كتجي زوينة وبنينة. كنحتاجو في المقادير زلافة ديال السميدة رقيقة، وزلافة ديال القمح الكامل، وكاس مع عمرت ديال الزيت البلدية مخلط، زيت بلدية وزيت ديال الرومية. كنبسبسو ديك السميدة ديالنا مع الزيت حتى كيدخل فيها الزيت مزيان، من بعد كنضيفو 2 معالق ديال السكر، ساشي ديال الفاني، ساشي ديال خميرة الحلويات، شوية ديال الملحة، وشوية ديال خميرة ديال الخبز. كنخلطو النواشف مع بعضياتهم، من بعد كنضيفو الماء دافي، ضروري ديرو الماء دافي باش تجيكم نتيجة زوينة. كنبقاو نضيفو في الماء بشوية بشوية حتى كنحصلو على، وحنا كنخلطو بالاطراف الاصابع ما كنعجنوهاش، غير كنخلطو باطراف الاصابع ديالنا. صافي كنحصلو على هاد القوام هذا. صافي من بعد كنخليوها تشرب لينا شوية، من بعد كنديرها في المقلة اللي كنكون دهنتها بشوية الزبدة ورشيتها بالسميدة. كنقرص بالسميدة بشوية شوية، وانا كنقرص السمك على حسب اللي بغيتو تخليوها رقيقة، بغيتو تخليوها غليظة، اللي بغيتو. من بعد ما كنبسطها نستعمل بواحد المعلقة نجمع بها ديك الجوانب ديالها، كنقادهم بها. من بعد ما قديت الحرشة ديالي غنديرها فوق البوطة. العافية تكون متوسطة، ما تجهدوش العافية بزاف باش ما تخطفش يديكم وتحرق. كنبقاو نقلبوا فيها بشوية بشوية من الجوانب، نبقاو نحركوها مرة مرة حتى تاخد لينا داك اللون الذهبي وتبدا تحمر لينا من الجدار. كنعرفوها بانها بدات كطيب من التحت بهذا الشكل هذا. كنبقاو نقلبوها بهاد السباتيولا هادي. من بعد ما كطيب ليا من هاد الجهة الأولانية كنعاود نقلبها الجهة الثانية حتى تاخد ليا داك اللون الذهبي. كنبقى حتى هي كيف المرة الأولى كنبقى ندور فيها بشوية بشوية حتى كتاخد داك اللون الزوين اللي كنبغيو في الحرشة. انا بقى هنا شويه عندي الجوانب شويه بيضين، غادي نعاود نقلبها باش تاخد ليا اللون الذهبي. صافي دابا من بعد ما طابت لينا الحرشة ديالنا قطعتها مثلثات بهذا الشكل هذا، كتجي زوينه ورطبه وهشيشه وبنينه، كتصلح للفطور ولا الكاسكروط، كتجي بنينه بزاف. ونتمنى تعجبكم وتجربوها. شكرا على المتابعه. نقسم معكم وحيده غتشوفوها كيفاش جات، كتجي هشيشه بزاف.